السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأتم صحة وأحسن حال. اذكروا الله لا إله إلا الله، وصلوا على النبي يا حبايبي في كومنتات عليه أفضل الصلاة والسلام. بحبكم في الله. جمعة مباركة عليكم وعلى حبايبكم وعلى أولادكم. روتين كده بسيط كده في بيتنا المتواضع كده. انتوا عارفين طبعا الروتينات البسيطة. بحبكم في الله. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، امين يا رب العالمين. ويجازيكم خير كده ويسعدكم دنيا واخرة ويفرحكم كده باولادكم وتشوفوهم احسن الناس، امين يا رب العالمين. ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، ويرزق البنات الحلوة اللي معايا في القناة بالزوج الصالح، ويرزق كل اللي نفسه في حاجة كده ربنا يحققها له، امين يا رب العالمين. ويكفينا ويكفيكم شر المرض، امين يا رب العالمين. تعالوا كده نعمل روتينات كده بسيطة كده يا حبايبي بيتنا المتواضع دي. طبعا انا طبعا مش بحب امسح بالشرشوبة خالص، بس هي انا بعمل كده قدام الكاميرا، لكن انا طبعا بوقف الكاميرا وبنضف كده ايه بالخيشة، يعني بخلي الحاجة زي الفل كده، بس ايه من ورا الكاميرا. آه، يلا بقى نتحمس كده مع بعضينا يا حبايبي، وروتين كده بسيط النهارده في بيتنا كده المتواضع البسيط. عايزه اشكركم كده على كل الدعوات الحلوه اللي بتدعوا لي. انا مش دايما بقول لكم انكم لما بتدعوا لي دعواتكم بتيسر اموري، ودايما بقول لكم ادعوا لي ادعوا لي كتير، ادعوا لي بتيسير الحال، ادعوا لي حاجات كتير. والله يا ربنا يا رب يخليكم ليا دايما يا رب، ويديمكم نعمه في حياتي. دعواتكم دي اللي بتيسر اموري، اقسم بالله. انا مش هقول لكم، انا بصوا الاسبوع اللي هو دي لي اسبوع كده عارفين الميه اللي بمسح بيها دي البيت، انا كنت ملياها من بره من الشارع. يعني بصوا اسبوع كامل بيتنا ده ما كانش فيه اي ميه، ما فيش اي ميه في البيت. فبقيت احاول من الشارع، لدرجه ان الست اللي قدام بيتنا دي قلت لها ايه ما تشغل الطرمبة دي يعني قدام الباب، قلت لها شغليها حتى نغسل منها مواعين نمسح منها، شغليها لان المية مش موجودة عندي بقالها اسبوع. بس اقسم بالله يعني تعبت، مش هقول لكم الاسبوع ده تعبت جامد. تعبت لان انتوا عارفين المية دي نعمة في البيت، المية دي ما الواحد ما يستغناش عنها ابدا، ما يستغناش عن المية دي خالص. فانا والله العظيم بقالي اسبوع كامل لحد من الغسل، ولا جايه حتى بالليل بستناها بالليل عشان تيجي المية ان انا اغسل الهدوم مثلا بالليل، اغسل مواعين. مش نازله خالص عندي خالص المية صراحه، يعني اديلي اسبوع كامل دلوقتي والله العظيم يا حبايبي ما عندي مية خالص في البيت. معرفش ليه يعني. وكانت يعني بص شغالة عند الناس اللي مركبة مواتير في بيتها، اما عندنا والغسيل كان عندي كتير اقسم بالله. وجيت رحت مليت بقى من عند الجيران وغسلت كده، وقلت يلا الحمد لله نغسل كده بس بنتعب يعني، تعبت انا وبنت شادي كده نحول في ميه. تعبت يعني مش هقول لكم ان انا تعبت، والسخان بتاعنا مش داير خالص، فاصلين بقالنا اسبوع كامل لان مفيش اصلا ميه خالص في البيت. بس الحمد لله، دعواتكم اللي بتدعوا لي، يعني الحمد لله يا رب، الحمد لله. انا لما برضى بكل حاجه بقول الحمد لله، فربنا بيسر لي اموري. الحمد لله والشكر لله. لازم تحمدوا ربنا على كل حاجه، وانا طول ما بحمد ربنا على الوحش ربنا بيبعت لي الحلو، بيبعت لي الخير كده والله العظيم. هنا يا حبايبي بقى كان الغساله الحلوه دي شايفينها؟ بص دي غساله مستعمله، جبتها من الراجل اللي هو بيبيع غسالات مستعمله، لان طبعا كانت ايدي بتتعبني من الغسيل على ايدي. هي بص في حاجات عايزه تتغير يعني، بس الخرطوم بتاعها كده انا مربطاه بكيس كده عشان ما يخرج، عايز يتغير. وحاطه لها كده سلك كده من فوق عشان خاطر بس ايه يلم الخرطوم. الحمد لله يعني. هي بصي بغسل عليها دلوقتي وبتنضف الهدوم، ريحتني شويه من الغسيل على ايدي الحمد لله. وحلوة يعني هي الغسالات العادية دي يعني اليدوية دي، معظم يعني الريف عندنا بيستعمل الغسالات العادية دي بيغسل عليها. وهو يعني الحمد لله يعني ريحتني شوية عن الأول، أنا كنت بغسل على إيدي. عايزة أقول لكم إن والله العظيم إن دعواتكم دي اللي بتدعوا لي ربنا بيسر أموري منها أقسم بالله، ولكم بالمثل. ربنا يا رب يخليكم ليا يا رب دايما، ويديمكم نعمة في حياتي، وتسلم ايديكم على كل كومنت بتكتبوه لي، والله العظيم تسلم ايديكم. وليا الشرف ان انا يبقى عندي متابعين زيكم كده، ليا الشرف كده ان متابعيني كده من جميع الدول، ليا الشرف ان انتم
تشوفوا قناتي وتسمعوا لي روتيناتي. ربنا يا رب يسعدكم جميعا، امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم بقى الايام اللي جايه ان شاء الله، الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله كده، باذن الله ان شاء الله هنجيب موتور للميه، هنجيب موتور كده وهرتاح من الميه. حتى الطيور، حتى الطيور فوق كده ان شاء الله مش هاخد الا الاكل بس وانا طالعه فوق للطيور، واشغل بقى الحنفيه فوق قبل للطيور، وانضف بقى السطح وارش بص ما مش هقول لكم يعني الحمد لله الميه دي نعمه في البيت، نعمه. اسبوع كامل انا كنت حاسه بتعب ومش عارفه حتى اعمل اي حاجه في البيت، ومهما نحول في ميه من الشارع مش مكفيه شغل البيت. انتوا عارفين الميه دي نعمه في البيت، بس الحمد لله الحمد لله يا رب. هنركب موتور ان شاء الله، وهجيب الموتور كده وهصوره معاكم كده واوريه لكم باذن الله، وهنجيب الصناعي يركبوه لنا بقى، وهيبقى عندنا ميه والسخان هيشتغل. وايه والله العظيم مش هقول لكم يعني الحمد لله، ولاد والله فرحانين ان احنا. بيقول لي هات لنا خرطوم يوم، هات لنا خرطوم عشان نرش في الشارع ونرش لان الميه ما كانتش عندي شغاله خالص، الميه مش شغاله عندي خالص نهائي. فان شاء الله يا حبيبي هجيب موتور بقى الايام الجايه كده، والفيديو الجاي باذن الله ان شاء الله. الحمد لله يا رب الحمد لله، والله العظيم انا بفرح ان ربنا بيسر اموري، واللي بطلب من ربنا بلاقيه. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله يا رب. هنا يا حبيبي ما اقولكوش بقى كان عندي غسيل، ما اقولكوش الغسيل كان جدي طبعا من قله الميه يعني بصراحه، لان انا ما غسلتش الاسبوع ده، كنت ركنه الهدوم، كنت بملى ميه للمسيح، المواعين، الطيور، حتى الكل ما بقينا نصب. والله اختي وامي قالوا لي هات الهدوم بتاع اغسلها عندنا، من قله لما انا قلت لهم ده الهدوم قد كده ومش عارفه اغسلها، قالوا هات الهدوم وتعالى اغسلها عندنا. قلت مش هينفع اشيل من هنا لهنا، بس فحولت كده ميه وقعدت غسلت الهدوم، وبرضه يعني عملت الحمد لله يعني، والحمد لله ربنا هييسرها وهنجيب موتور ان شاء الله. الحمد لله والشكر لله. يلا بقى اتحمسهم كده من روتينات محمد السهله والبسيطه دي. بص احنا روتيناتنا بسيطه خالص، مش بنكلف في حاجه ولا بنقول لا حطوا كذا ولا اعملوا كذا، بنعمل ونسيب كل حاجه ايه على ربنا وبركه ربنا الحمد لله. هنا يا حبايبي طبعا كنت بطلع من الغسالة، انا طبعا بحب الين الهدوم على ايدي واطلع منها الترابة، عشان كده الغسالة مرغية، وبحط فيها ايه كلور من اللي بعمله، وبرسيل جل، وبحط فيها ايه وصف اللي هو الاوكس ده بشتريه طبعا ايه، كل ما بغسل بجيب كيسين ب10 جنيه وبغسل بيهم هدومنا وهدوم العين. هنا يا حبايبي بقى بعد ما خلصنا قلنا نعمل بقى ايه أكلة حلوة كده للعيال. رحت جبت فرخة 2 كيلو وقطعتها كده كل واحد حتة من ولادي، وقلت لهم بقى هعمل عليها صينية بطاطس واعمل لكم ايه شوية رز. بيحبوا البطاطس بالفراخ بتبقى جميلة، وطريقتها سهلة وبسيطة يعني. وسهلة يعني، في ناس بعملها كلها ني في ني يعني، طريقتها سهلة وبسيطة جدا، وبتبقى زي الفل يعني، وطعمها حلو والله العظيم. عايزاكم كده يا حبايبي تحطوا لي كومنت حلو من ايديكم، تسلم ايديكم وعينيكم يا رب، يجعل الفرح والسعد قدامكم كده وتحت رجليكم، امين يا رب العالمين. ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، كل نفس بحاجه ربنا يحققها له ويديها له يا رب، امين يا رب العالمين. ويكفينا ويكفيكم شر المرض يا رب، امين يا رب العالمين. هنا طبعا قلت هي طبعا ايه، قلت اقطع البصله كده زي ما شرايح كده، شرايح. كان البصل غالي جدا اقسم بالله، والخضار ما اقولكوش الاسعار نار، ربنا يرحمنا برحمته. كل حاجه نار اقسم بالله، الناس مش هتكلم نفسها في السكه من الغلا. الفراخ واللحمه غاليه والخضار غالي يلا الحمد لله على كل حال. كل اللي بيعملوا اطر اكله لولادها بيصرف فيها قد كده. هنا كده يا حبايبي بقى كنت جايبه كام فص ثوم كده قطعتهم مع البصمه. في ناس بتدقها وفي ناس طبعا ايه بتحطها مقطعه كده، انا فضلت ان انا ايه اقطعهم بالسكين. طبعا طريقه البطاطس سهله جدا يا حبايبي، وانا زي ما قلت لكم انا مش بكلف في حاجه، و... ومش مش بقول لحد اتعلم مني حاجه، لا طبعا عارفه اكل بسيط، وانا بشارككم بس يومياتي مش اكتر. ربنا يا رب يخليكم ليا يا رب دايما، وما تحرمش منكم ابدا، ولا من سؤالكم عليا، ولا من دعواتكم كده اللي طالعه من قلوب طيبه. تعرف يا حبيبي ان كل ما الواحد يحمد ربنا على اي حاجه ربنا بيزيده والله العظيم، وانا دايما بحمد ربنا على اي حاجه. وازمه الميه دي انا قعدت اسبوع كامل ما عنديش ميه خالص، كنت متضايقه ومخنوقه،
لاني انا مش مكفيه البيت ميه، عماله احاول من الشارع انا وشهد لحد ما شهد جت. انا تعبت من تحويل الميه، بس الحمد لله يعني ربنا بيسر اموري، الحمد لله والشكر لله يا رب، الحمد لله. والله العظيم يعني رغم الهم اللي انا فيه وزعل على اخويا، بس فرحان ان انا هركب الموتور ده في البيت، لانه هينفع البيت هيريحنا من حاجات كتيرة والله. والمية روح البيت، روح البيت كده المية. هنا يا حبايبي بقى ايه، قلت شو ايه رايكم في شويه البطاطس الحلوين دي؟ صينيه البطاطس رصيتها بقى ايه بطريقه البسيطه كده. قطعت كام طماطمايه كده وضربت ايه حوالي برضو ربع كيلو، بس هي الطماطم بتاعتها كترت شويه، بس والله ما اقولكوش بعد ما استوت بقت زي العسل. ولادي كانوا فرحانين بها خالص. عملتها لهم كده في الفرن. طيبتها من فوق على البوتاجاز، وبعدين عملتها كده في الفرن، كانت جميلة واللحم استوى، وكانت ريحتها والله العظيم لو الريحة بتوصل كنت وصلتها لكم. كانت ريحتها حلوة خالص والله. وعملتها طبعا عملت جنبيها طبعا يا حبيبي شوية رز بشعرية، واتعشتنا احنا كده احنا والعيال. وكنت يا حبايبي غسلة الفراخ حلوة يعني بخل وليمون وملح، ومكان يعني ايه حشت منها ريحة الزفارة خالص كده، وعملت الصينية وكانت وحطيت لها ملح بتوابل من اللي عندي. انا طبعا بعمل الملح بتوابل، بحط عليه مثلا التوابل وبحط منه على الاكل، يعني اي اكل بحط منه عليه بيخلي ريحة الاكل جميلة. بصراحة مش بكلف يعني كل اكل مثلا ان انا اجيب له توابل مخصوص، لا بحط من التوابل اللي انا عاملاها دي بالملح. والله العظيم بعمل حاجة ببركة ربنا بتطلع زي الفل والله. و... وربنا بيبارك في الحاجة، والله العظيم ربنا بيبارك في الحاجة. وانا حطيت عليها فلفل اسود كان عندي وكنت طحناه. بخليه كده في الكب، بحطه منه ايه على الاكل. الفلفل الاسود ده بيخلي ريحة الاكل جميلة، بيخلي الريحة حلوة خالص. بس طبعا ما كانش عندي زيت اكل نظيف، انا بستعمل زيت التموين، فقلت بقى احط سمنة بدل الزيت. حطيت كده حبة سمنة على الصينية من فوق علشان طبعا وفورت طبعا ايه عملت شوية شوربة كده بالحواش بتاعت الفرخة، علشان خاطر بس اعمل الرز بشوية شوربة. ما بحبش اعمل الرز بمية، بحس ان طعمه وحش لو عملته بمية. هنا حطيتها يا حبيبي تستوي على عين البوتاجاز من فوق. وقلت ايه بعد كده احطها في الفرن واعمل شوية رز كده جنبيهم للعيال، عشان ولادي بصراحة يحبوا الرز، يحبوا ما يحبوش المكرونة خالص. اعمل لو عملت حتى المكرونه ولادي بيسيبوها، لكن الرز بياكلوا فيه لحد ما يخلص. طبعا كل الناس بتحب الرز، يعني اغلب الناس طبعا المصريين كلهم يحبوا الرز جنب الاكل. هنا حمرت الرز يا حبايبي. طبعا كنت في الاول بحمر الرز في الاول، وبعدين احمر الشعريه. دلوقتي بعملها بطريقتكم انتوا، الشعريه في الاول بعدين الرز. هو على فكره الطريقتين حلوين اقسم بالله، يعني في ناس بتعملها عندنا كده وفي ناس بتعملها كده، في ناس بتعمل الرز بس كده من غير شعريه. والله هي كل حاجة بصراحة نفس يعني، وانا الحمد لله مش بشكر في نفسي والله. دايما يقولوا لي اخواتي وامي وابويا نفسك حلو في الطبيخ. معرفش بيجاملوني ولا صح الكلام. اه يا حبيبي حمرت بقى ايه شوية رز جنب صينية البطاطس. اللي بقى اللي بيعجبه اكل ام محمد، بيعجبه روتينات ام محمد البسيطة كده، يحط لها لايك من ايديه كده وكومنت حلو من ايديكم. تسلم ايديكم وعينيكم. راكو في صينية الفراخ خليتها جميلة الفرن، والله العظيم تجز ده نعمة. ريحني والله العظيم. وعملت بقى ايه شوية رز للعيال، بس كان لسه ما جوش من المدارس.